بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل تحلية للصيف والحر الشديد ده، حاجة اقتصادية وكلها من البيت ان شاء الله. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اول حاجة عندنا كوبايتين لبن، وعندنا 3 معالق نشا كبار و3 معالق سكر. وكل ده هنرفعه على النار يا جماعة بعد طبعا ما ندوب النشا، وبعد كده نرفعه على النار لحد ما يعمل معانا مهلبية تقيلة، وهتشوفوا القوام بتاعها اهو يا جماعة. انا بقلب كده لحد القوام نفسه ما يتقل معايا، وبعد كده هطفي عليه النار اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين زي اي مهلبية بنعملها، بس دي قوامها تقيل شوية. بعد كده هركنها اهي بتبقبق معايا كده، علشان كده اتأكد ان النشا استوى. كده بركنها معايا لحد ما تبرد خالص. وهنا عندي مانجا اللي هي السكرية مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين، هعملها عصير. حطيت 3 معالق سكر ومعلقة كبيرة عصير تانك بطعم المانجو، علشان بس يطعم يعني يعزز اللون معايا ويبرز اللون يبقى شكله جميل. وبعد كده بضربه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يبقى عصير، وبعد كده بضيف المهلبية اللي انا كنت سايباها لحد ما تبرد. لازما يا جماعة ما تضيفوش المهلبية دي الا لما تبرد خالص. لازم تبقى تبرد خالص، علشان لو حطيناها سخنة او دافية طبعا بتأثر على فيتامينات بتاع العصير، وكده ما نبقاش خدنا فيتامين اللي هو بتاع المانجو. فاحسن حاجة تسيبوها تبرد خالص، وبعد كده تضيفوها ونضربها كده بالخلاط زي ما انتوا شايفين. نضرب لحد المزيج كله ما يندمج مع بعضه. شايفين القوام ناعم وجميل ازاي يا جماعة؟ شايفين اللمعة الحلوة ولا الريحة بقى؟ ما اقولكمش، جايبة لحد اخر الشارع. بعد كده بنجيب كيس بلاستيك، كيس تلاجة بلاستيك، ونحط فيه الخليط ده. انا عمل معايا كيسين، حوالي كيسين. وبعد كده بربطه، اطلع الهواء منه واربطه اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين لازم نطلع الهواء منه. فالمقدار اللي انا عملته ده عمل لي كيسين، بسم الله ما شاء الله حلوين يعني. هعبي برضو التاني وهرجع لكم تاني بعد ما اعبي الكيسين. كده يا جماعة الكيسين اهو. هعمل ايه بقى بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان انا هحطهم في الفريزر لحد ما يتجمدوا لتاني يوم مثلا، او حطيهم في الفريزر واول ما يتجمدوا تبدأي تعملي الخطوة دي. ده كده بالنسبة لبعد تاني يوم. هنجيب الكبة ونفتح الكيس كده ونقطعه مكعبات، علشان برضو نساعد ان ما يبقاش تقيل على الكبة. وبعد كده هنضربه في الكبة بالراحة اهو يا جماعة. وبعد كده هوريكم هو بيضرب وناعم، والخليط ناعم واقتصادي جدا جدا، وطعمه جميل جميل جدا جدا. ده ايس الكريم بتاع الشارع يا جماعة، وليه فايدة عظيمة علشان طبعا حاطينه احنا بالمانجا اللي هي المانجا الخام الصافي. لكن طبعا بتوع الشارع بيعملوه بمواد حافظة اللي هو العصير والحاجات تانية والوانات صناعية، احنا مش عايزينها لولادنا. ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم وينال رضاكم، وسهلة وجميلة، وحاجات كلها ان شاء الله في البيت. واحنا في موسم المانجا وطعمها بقى جميل وروعة. نقدر نستعملها بمانجتين وهتعملوا المقدار اللي انتوا شايفينه كل ده. ضربتها هنا في الكبة لحد ما نعم خالص زي شايفين القوام عامل ازاي. هبدأ اجيب بسكوت ايس كريم وهوريكم القوام عامل ازاي. طبعا كده يا جماعة هي لسه ما دخلتش الفريزر، هي لسه كده في الكبة، فقلت اجرب لكم واحدة اوريها لكم القوام عامل ازاي. شايفينه ناعم وجميل واللمعة حلوة واللون، علشان معلقة العصير اللي انا حطيتها، علشان قلت لكم عشان تبرز اللون معايا كده. هبدأ اجيب اي علبة بلاستيك عندك وتعبيها، وبعد كده هتحطيها في الفريزر لحد ما تتجمد او لحد تاني يوم. وبعد كده هبدأ اوريها لكم برضو بعد تاني يوم بعد التجميد، وهجيب لكم برضو ان انا هعملها قدامكم. هبدأ ان انا هملى العلبة دي، هتملى معايا علبة تانية، وهبدأ ان انا هقفل عليها بالغطا علشان ما تعملش معايا كريستالات تلج. او قفلتها كده هتعمل معايا مقدارين دول 2
علبتين بلاستيك زي ما انتوا شايفين. ده تاني يوم يا جماعة بعد ما تلجت خالص بقت متلجة. نبدأ نعملها بمعلقة الايس كريم او ممكن بالمعلقة العادية. انا هعملها لكم كده علشان اللي مش متاح عنده يعملها بده ويعملها بده علشان تبقى سهلة بالنسبة لكم. شايفين القوام يا جماعة عامل ازاي بعد تاني يوم اهو، وطعمه روعة روعة روعة. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. عايزة منكم دعوة حلوة ولايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل سر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد وجديد. ويا رب يكون الفيديوهات اللي انا بعملها لكم بتنيل رضاكم وبتعجبكم وبتجربوها بتطلع معاكم ناجحة من اول مرة ان شاء الله. شايفين بقى القوام عامل ازاي، كريمي وحلو ولمعة، والريحة بقى زي ما قلت لكم ما اقول لكمش. وان شاء الله هتعجب ولادكم وهتعجب كل اللي هيدوق باذن الله، ومش هيصدق ان انت عاملاه في البيت، واقتصادي وموفر لو حسبناه. اللي احنا بنجيبه من بره طبعا مش هيعملوا بالمانجا الخام، طبعا زي ما قلت لكم كده بيحطوا الوانات صناعيه وحاجات تانية مؤذيه لاطفالنا ولا غنى عنها. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.